امسك. ايه ده؟ تذكرة سفر لجنيف وجواز سفرك اليوناني الجديد. جورجيو بابادوبولوس، ده هيبقى اسمك الجديد، احفظه كويس واوعى تنساه. طب وباسبوري المصري؟ باسبورك المصري ده تنساه خالص. انساه ازاي؟ وانت فكرك البوليس الالماني وهير كروجر لما يكتشفوا انك هربت هيعملوا ايه؟ هيبلغوا عنك الموانئ والمطارات والسكك الحديد، وهيوزعوا صورك في كل حتة. هيبلغوا عنك الانتربول، والانتربول هيدور على نبيل سالم مصطفى في كل حتة في العالم، حتى في مصر. وأول بلد مصر. لذلك نبيل سالم مصطفى لازم يختفي نهائيا لحد ما الحكاية تهدى. وانت من النهاردة جورجيو بابادوبولوس، تمام؟ الطيارة بتاعتك هتقوم بعد ساعة ونص، يا دوب تلحق. وانت؟ هتلاقيني مستنيك هناك، لكن من هنا لحد ما توصل لو شفتني لا تعرفني ولا أعرفك، مفهوم؟ يلا. أنا شلومو يا إزاك. ايوه يا شلوم، انت فين يا حبيبي؟ عرفت اللي حصل امبارح بالليل؟ عرفت. انا ليفي لسه مكلمني دلوقتي وشايط منك على الاخر. سيبك من ليفي، أنا هكلمه وأشرح له كل حاجة، المهم أنت ركز معايا ونفذ اللي هقول لك عليه بالحرف. خير يا شلوم؟ توماس حارس البيت اللي فيه شقة نبيل هيجيب لك مفتاح الشقة، تنضفها على الآخر، ما تسيبش فيها حاجة، مش عايز أي أثر إن نبيل كان فيها في يوم من الأيام، فاهمني؟ اوكي يا حبيبي. حاجة تانية، عايزك تسيب المكان اللي أنت فيه، انقل كل الورق والمستندات والدفاتر، واقفل النايت كلاب. يفضل إنك تغادر فورا، المصريين شغالين جامد قوي وجايز يوصلوا لك في أي لحظة. لا، دي ما اقدرش عليها يا شلوم. انا عشان اقفل النايت كلاب لازم تعليمات من العامة شخصية. أوكي يا إيزاك، المهم أنت تكون جاهز وتتحرك أول ما يديلك الأمر. مع السلامة.